انا عمري ما تخيلت ان ممكن الفجر يوصل بيهم بانهم يعملوا سلاح زي ده. انا عايزك تعذرني لو اللي هتسمعه ده صعب، بس للاسف ده اللي بيحصل اليومين دول. من كام ساعه يا جماعه وانا قاعد بقلب في ريلز وانا عمال يظهر لي فيديو مرعب جدا، والفيديو ده لشاب من اخواتنا ورجله مقسومه نصين. اوف يا نهار اسود، حرفيا المنظر مرعب. طب شهاب هو عمل ايه عشان يعملوا له كده؟ لما سرشت عن الفيديو بتاع الولد ده ظهر لي كلمه الساطور. الساطور ده يا شهاب هو ده اسم الولد؟ لا، ده اسم السلاح اللي اتضرب بيه. ده سلاح بيكون مع عساكر اللي ما يتسموش في العربيه بتاعتهم، ويقدروا انهم يشوفوا من الشاشه بتاعته اي واحد من اخواتنا وهو ماشي في الشارع، وبضغطه زرار واحده بيبوظوا له حياته. يعني عملوا تجربه على الشاب الفلسطيني اللي انت شايفه قدامك ده وضربوه وهو ما عملش اي حاجه، ولما الرصاصه جت في رجله فصلت الركبه عن باقي الرجل، والولد قعد يصرخ وحرفيا رجله ما بقتش نافعه. وهم بس كل اللي كانوا عاوزين انهم يوثقوا قوه السلاح على حساب الولد ده. انا كل يوم بقيت استعجب من ليفل الفجر اللي بيعلوا بيه. وكالعاده ما تنساش